تعالوا معي فلوق لحفلة الشامي في ألمانيا. بالأول سقت شي ساعتين لحتى أجيب الشباب. كنا علي، نزار، نشوان، ألان وأنا، وليكن نزار عم يسوقنا للحفلة. وهي وصلنا لك، شوفوا على الأناقة. وصلنا على الأرينا وضربني الجوع وشفت بريتزل ب5 يورو. قلت شو هي من ذهب، لازم أجربها. وكانت هي غلطة اليوم، طلعت ناشفة وبتقرف لك. حتى السكيورتي جنوا من الأكل بس روقوا بالأخير. وقررنا نفوت. لا ما بنقدر نفوت لأنه نزار بده يتصور مع الفانز. بس بعدها فتنا والمكان مليان معبى، والدي جي كان عم يعمل جو حلو، كلياتنا عم نرقص فرحانين. بس وأخيرا إجا الشامي. وين الشام؟ الدانسرز عملوا لنا عرض صغير حلو. بس واخيرا اجى المعلم. كان عم يغني هالغنية، خبروني شو اسمها بالكومنتس لانه بتجنن، بدي اعمل ردة فعل. على ذكر ردة الفعل، ردة فعل على كيفو لايف. ايه فيكم تقولوا انه عجبتني كيفه. وبعدها غنى بتون. وبعدها غنى بتون بس مع الدانسس، يعني نفس الغنية مرتين. شكلنا عالم بحبوه كتير، لك عطوه ورد كمان. وايه غنى كيفه مرة تانية. بس اللي عجبني اكتر شيء هو لاعب الجيتار والدرامز والدربكة، يعني موهبة على موهبة. المهم خلصت الحفلة وهذا رأيي. الحفلة كانت خطيرة والله، عجبني الشام اليوم. بس حسيت انه عاد اكثر من غنية اكثر من مرة، بحس انه لازم ينزل اغاني لسه اكثر. فبالنسبة لليوم هيك 9 من 10. وبعدها صورنا فيديو، شوفوا على قناة التيك توك وانستا.